تخيل معايا إنك تقعد في آخر اليوم تعبان قوي، دماغك مليانة، وفي نفس الوقت قلبك تقيل عشان عارف إنك عملت كل حاجة إلا اللي إنت عايزه فعلا. إزاي يعني؟ لأنك قلت لنص الدنيا ونسيت إن لأ دي كلمة موجودة في قاموسك. النهاردة هنسأل سؤال صعب، إنت بتخاف من مين أكتر؟ خوفك من إزعاج الناس ولا خوفك من ضياع نفسك وسط رغباتهم هم؟ هو احنا ليه بنفضل ماشيين في دوامة الموافقة حتى لو كانت على حساب راحتنا؟ وليه بنحس بالذنب الشديد لو رفضنا طلب بسيط؟ والأهم، ازاي نخرج من السجن ده ونبقى أحرار في اختياراتنا من غير ما نحس إننا أنانيين أو سيئين؟ هنحكي مع بعض على مواقف حقيقية مضحكة وكمان مؤلمة، هنسمع رسائل من ناس عدت بالتجربة دي، وهنتعلم مع بعض 3 خطوات عملية هتغير طريقة تفكيرك في موضوع الرفض والإرضاء. خليني أقول لكم على حاجة، الحلقة دي ممكن تكون إجابة للسؤال اللي بتسأله لنفسك كل ما بتتعب: على إيه أنا بضحي كده؟ وسؤالنا الرئيسي: مين قال إني مضطر أعجب الناس كلها؟ مين قال؟ فيلا بينا نفتح الموضوع ده مع بعض.